السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده دايما بخير وبصحة وسعادة يا رب. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهاردة كده كنت زي ما انتوا شايفين كده، كنت طالعة فوق السطح عندنا يعني فوق بيتنا. فانا كنت جايبة كده بتنجان وقلت اطلع كده اشويه كده فوق السطح، فقلت يعني اوريكم البتنجان المشوي ده انا بشويه ازاي وبعمله ازاي يعني في الفرن بتاعنا البلدي ده. فطبعا كنت طالعة فوق السطح كده، فقلت اقعد شوية في الشمس الصبح يعني. فطبعا كان الصبح كده حوالي الساعة 8 أو 9 كده أو 8:30. فأنا كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين فرشت حتة سجادة كده وشلت الورق اللي كان على الأرض، وقعدت كده بقى عشان اوريكم البتنجان انا عاملاه ازاي. طبعا انا كنت جايبة البتنجان وكنت فاتحه له كده فراغات زي ما انتوا شايفين كده، وكنت عامله له دقة. الدقة دي عبارة عن توم وطماطم وفلفل. يعني هي كنت الدقة عبارة عن كده، حاطه طبعا فلفل اسود وكمون وملح. وكنت جايبة زي عصيان كده زي ما انتوا شايفين كده، ليها زي سن كده. وقفلت البتنجان بتاعنا كده علشان الخلطة اللي انا حطاها فيه دي ما تتكبش منه، وانا ايه حطاه في الفرن. طبعا رحت للفرن البلدي بتاعنا ده الجميل اللي انتوا شايفينه ده، مسحته كده بقماش عشان طبعا كان فيه تراب ومكان يعني التراب وكده. ورحت بقى مولعه الانبوبه، وبعد كده ولعت الفرن. وبعد كده حطيت بقى البتنجان بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين. تعرفين الطريقه دي بجد بتخلي ريحه البتنجان، يعني الريحه بتبقى تحفه جدا، وطعمه بيبقى جميل جدا لما بتعمليه بالطريقه دي. يعني جربي الطريقه دي كده. يعني انا عارفه ان في ناس كتير اكيد يعني ما يعرفوش الطريقه دي، بس اهم حاجه ان انت ايه تقفلي البتنجان بتاعك كده. طبعا العصيان دي احنا بنجيبها من الغيط، يعني عاملة زي جريت صغنن كده بنجيبه زي، وبنقفل بيه البتنجانة علشان ايه ما تفتحش في الفرن والدقة اللي هي جواها ايه تقع وكده. طبعا الدقة دي طبعا يا حبايبي فايدتها ان احنا لما بنشويها مع البتنجانة كده بتعمل لها طعم وريحة جميلة جدا. وكمان البتنجان ساعة ما بيبقى يستوي بقى كده بيبقى ريحته طالعة جميلة قوي. فطبعا انا كنت حاطة البتنجان كده زي ما انتوا شايفين، قفلت عليه الباب. وطبعا كنت كل شوية بروح اقلبه كده على الناحية التانية علشان كله يبقى مشوي من كل ناحية، يبقى مشوية زي بعض يعني. وطبعا ده يا حبيبي كده شكل البتنجان بعد طبعا ما اتشوى خالص وطبعا اتأكدت ان هو استوى من جوه. فانا طبعا رحت مطلعه كده كل البتنجان بتاعنا كده على صينية. وبعد ما هطلع البتنجان كله كده طبعا هقفل بقى الفرن وهمسك بقى البتنجان ده هوريكم انا هعمل فيه ايه. مش عايزه اقول لكم يعني الطريقه دي جميله جدا لو انت عندك فرن بوتاجاز برضو. يعني ممكن تعمل، يعني اي حد عنده فرن بوتاجاز هتعمليها على فرن البوتاجاز بنفس الطريقه دي، هتبقى تحفه بجد والله. ولو انت ما عندكيش العصيان دي ممكن تعمليها بخله السنين، يعني ممكن تستخدمي خله السنين بدل العصيان دي. بس انا طبعا انا كنت جايبه العصيان دي كده عندنا من الغيط يعني، وكنت حطاها كده في البتنجانه يعني. فطبعا يا حبايبي كده البتنجان كان طالع لسه من الفرن سخن خالص، فانا طبعا ما كنتش قادره اقشره فسبته. قشرت حته كده وريتهولكوا وسبته بقى يبرد براحته. ونزلت بقى كده على شقتي تحت، قلت بقى ايه احمر شويه بطاطس جنب البتنجان ده، يعني كان الفطار يعني. فحمرت كده شويه بطاطس يا حبايبي جنب البتنجان. وطبعا مسكت هنا البتنجان بتاعنا، طبعا ما كانش لسه برضو برد قوي، فكان سخن خالص على ايدي يعني. فطبعا زي ما انتوا شايفين كده انا حاولت. طبعا انا كنت ماسكه التليفون بايد والايد التانية كنت بقشر فيها، فما كنتش متحكمه قوي في البتنجانه وانا بقشرها. فطبعا هوريكم كده يا حبايبي واحده وانا بقشرها، وبعد كده بقى هقفل الكاميرا وهبقى اقشر الكميه كلها ايه واوريها لكم برضو. طبعا هو كان سخن طبعا، فما كنتش عارفه ان انا ايه اتحكم في البتنجان كويس يعني. وطبعا يا حبيبي كده جبت طاسه ومسكت البطاطس قشرتها كده وعملتها صوابع، حمرتها يعني على في طعم البطاطس محمرة كده جنب البتنجان زي ما انتوا شايفين جنب البتنجان. وقلت بقى ايه احمر شوية بطاطس يعني. فسبت طبعا الزيت بتاعنا يعني غلي جامد، وبعد كده نزلت عليه بالبطاطس. ودي كده بقى يا حبايبي البتنجان بعد ما قشرته كله، وطبعا ما كنتش هرسته ولا حاجة. ودي بقت الدقة بتاعتها حطيتها كده على وشه. طبعا انا مش هرسه جامد، هو بس هرسة بسيطة كده بالشوكة، وحطيت ندعة زيت عليه
وطبعا ظبطت الملح بتاعه. وده كده يا حبايبي بالهنا والشفا الفطار بتاعنا كده بتاع الصبح. كنت محمره بطاطس وعامله سلطه وفول بطماطم، وكنت حاطه جرجير وعيش. وطبعا بابا غنوم بتاعنا ده، بس انا كنت حاطاه زي ما انتوا شفتوه كده، انا ما حطيتش عليه طحينه ولا اي حاجه، ولا هرسته جامد في الخلاط ولا حاجه. هو كل الموضوع ان انا بس هرسته كده بس بالشوكه، وحطيت عليه شويه زيت وظبطت الملح بتاعه والتوابل يعني. بس ما هو مش عايزه اقول لكم طعمه جبار بجد والله، وجميل جدا يعني. حتى لو انتوا هتاكلوه لوحده كده طعمه جميل جدا. طبعا انا بعد ما عملت الاكل ده احنا كده فطرنا بيه، فقررت بقى يا جماعه ان انا اعمل لحماتي تحت بقى. نزلت كده عند حماتي تحت، فقلت بقى اعمل لهم شويه مسقعه يعني. مسقعه بقى دي بقى للغدا يعني. انا في الفطار عملت اللي انا وريته لكم ده، فانا طبعا قلت اعمل مش شويه مسقعه كده للغدا يعني، وتنفع برضو للعشاء. فطبعا هو اليوم كان طالب النهارده معايا بتنجان وبطاطس، مش عارفه ليه بس يلا بس. مسكت كده طبعا الطماطم، كنت بقطع كده الطماطم حطيتها كده في الخلاط، وحطيت معاه قرن فلفل حراق. يعني لو انتي مش عايزه تحطي القرن الفلفل ده عادي ما تحطيش، عشان خاطر بس هو الصراحه يعني كان القرن فلفل ده انا نقيته من الفلفل كده، ما كانش بيحرق عشان خاطر العيال وكده، وانا حطيته كده مع الطماطم. وهفرم بقى الطماطم دي كده في الخلاط. وطبعا بقى ايه كنت مقشره بطاطس ومقشره بتنجان وفلفل. طبعا مرضتش اقطع الفلفل ولا اعمل له خرم ولا اي حاجه. قلت قليته كده سليم. وطبعا وانا بعمل يا حبايبي كده الاكل، قلت اعمل لي كوبايه شاي بالنعناع كده اشربها يعني وانا واقفه بعمل في الاكل. ورحت بقى كده حطيت شويه زيت حلوين كده، وبعد كده نزلت بالتومه. التومه بتاعتنا الجميله دي، وهفضل بقى اقلب في التومه كده لغايه ما تعمل اللون الذهبي ده. وطبعا كنت حاطه الطاسه على الناحيه التانية بحمر فيها يعني. وحطيت كده ورقتين لوري يعني يعملوا ريحه وطعم مع التومه. هفضل بقى اقلب فيها كده لما تعمل اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. وصلوا بينا على النبي كده، عايزاكم تصلوا معايا على النبي وقولوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وكده يا حبيبي حطيت شويه بابريكا في قلب التومه كده، عشان طبعا لما اجي انزل بالطماطم زي ما انتوا شايفين كده هتخلي الطماطم حمرا قوي، ولما تتسبك هتخليها لونها احمر قوي كده وجميل. وهو ده اللي انا عايزاه يعني في المسقعه بتاعتنا. وطبعا مسكت كده طبعا البطاطس بعد ما اتحمرت كده طلعتها كده في صينيه في صينيه عندي. وبعد كده بقى هبتدي بقى كده يا حبيبي ان انا احمر بقى ايه البتنجان بعد ما حمرت البطاطس. هطلع كده كل كميه البطاطس بتاعتنا كده من الزيت، واصفيها كويس بالمصفى دي. شوفوا البطاطس بتاعتنا يعني متحمره كده وبتشخلل كده يعني وحلوه مش طريه. وبعد كده يا حبيبي نزلت كده بالبتنجان بتاعنا دون، حطيته كده في قلب الزيت. وهقلي برضو كميه البتنجان اللي انتوا شايفينها دي. انا كنت طبعا عامله كميه مسقعه كتير يعني. طبعا كنت عامله تحت عند حماتي، طبعا كلنا بنتغدى مع بعض، فكنت عامله حله كبيره يعني علشان تكفي الكل وكده. طبعا يا حبيبي كده البتنجان بقى بعد ما اتقلى زي ما انتوا شايفين كده، قلت بقى كده اطلعه في الصينيه. مش عايزه اقول لكم والله بجد كانوا شويه مسقعه تحفه جدا، وما فضلش منهم حاجه يعني، ما شاء الله الله اكبر، بالهنا والشفا يعني. كانوا طعمهم جميل جدا يعني والله. وتعملها بالطريقه دي تحفه. في ناس بتحب تعملها باللحمه المفرومه يعني. انا مره كنت عاملاها باللحمه المفرومه، وبحب اعمل لها جنبيها رز يعني. لما بحط لها لحمه مفرومه بحب اعمل جنبها رز. وطبعا بقى يا حبايبي انا كده طبعا الصلصه اتسبكت زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بقى بالبتنجان بتاعنا كله بعد ما حمرته، بعد كده ما قليته في الزيت. وهنزل برضو بالبطاطس بتاعتنا كده المحمره الجميله دي. ونزلت كده كله في قلب نزلت كده كله في قلب الصلصه، البطاطس والبتنجان. وطبعا يا حبايبي حاولي ان انتي ايه وانتي بتقلبي ما تقلبيش قوي، عشان البتنجان يفضل سليم زي ما هو البطاطس، ما تبقاش يعني مهريه شويه. وبعد كده قلبتها كده شويه، وهحط لها نص كوبايه ميه، وهسيبها بقى تغلي وكده. طبعا كنت قليت الفلفل برضو كده وحطيته معاها. كنت حاطاه سليم، مرضتش اقطعه عشان لو حرق ولا حاجه ما يخليش المسقعه يعني كلها حراقه وكده. وسبتها كده غلت على النار. ودي طبعا يا حبايبي المسقعه بعد ما غرفناها كده على الطبليه. وبالهنا والشفا، تشتركولي في القناه.